السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكحك البيتي، بس بطريقة اشهر المحلات. هقول لكم على كل الاسرار والحاجات اللي تخليه معاكم تحفة جدا جدا، سواء في المقادير ولا في التسوية ولا في القوام. بصراحة ممتاز جدا، احلى كمان من المحلات. يكفي ان انت عاملاه في البيت وبنظافة ومقادير بسيطة، وهيطلع لك كمية حلوة جدا بتكلفة قليلة، أقل كتير جدا من اللي هتشتريها من بره. خلينا نشوف طريقتها ونشوف مقاديرها، وإن شاء الله هتطلع معاكم مظبوطة جدا من أول مرة. بس امشوا على الخطوات مظبوط، وهقول لكم بدايل لكل حاجة أنا بعملها، عشان اللي ما عندوش عجان، اللي ما عندوش مضرب. هقول لكم ازاي ان انتوا تتصرفوا وان انتوا تعملوه وتطلعوه بالقوام الحلو قوي ده. خلاص. طبعا الكحك ما يحلاش غير برشة السكر اللي انتوا شايفينها دي، وطبعا مفيش احلى من الكحك اللي على البارد، لان هو ده اللي بيدينا القوام والطعم اللي بنشتريه من بره. زي ما انتوا شايفين كده الكحك هش جدا ومفرغ وناعم، وبيدوب كده دوبان من كتر حلاوته. هقول لكم يلا دلوقتي ازاي نعمله ونطلعه بالقوام الجميل ده. يلا نشوف المقادير. انا عندي هنا كيلو من الدقيق متعدد الاغراض او دقيق كحك، وتنخليه كويس. عندي هنا كمان 500 جرام من السمنه، يعني كوبايتين ونص. دول انا سيحتهم، يعني فكيتهم بس ما سخنتهمش، وسبتهم لحد ما بردوا لتاني يوم. سيحتهم على النار، ما سخنتهمش ما يغليش خالص، وبعدين حطيته على في التلاجة لحد ما برد، وتاني يوم استخدمته. عندي كوباية الا ربع من المية وربع كوباية من اللبن. عندي كوباية دول كمان باردين، المية واللبن. عندي نص كوباية من السكر البودر، معلقتين من السمسم، معلقة كبيرة من الخميرة، وعندي كمان معلقة ونص صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من ريحة الكحك، ورشة من الملح. أول حاجة هعملها أنا هنا بوريكم إن المقدار اللي معايا ده بيكمل كوباية، 3/4 مية وربع لبن. اللبن بيدي طعم جميل، بس المية بتحافظ أكتر على الكحك. خلاص. عندي نص كوبايه من السكر البودر. زي ما انتم شايفين كده انا هقلب السكر البودر في اللبن، واحط عليها رشه من الفانيليا او الفانيليا السايله دي، تحط منها حوالي معلقه صغيره كده. خلاص. وهقلبهم مع بعض واركنهم على جنب. تمام. الكيلو الدقيق بيحتاج كوبايه واحده من السوائل، سواء لبن او ميه. انا بحب الميه، بحب استخدم الميه. ممكن تعمليه بميه بس، وتحطي معاه كمان معلقتين لبن بودر. خلاص. بس انا المره دي عملته بخليط بين اللبن والميه، ويكونوا باردين من التلاجة. والسمنه كمان زي ما قلت لكم انا كنت مسيحاها، وكانت في التلاجة من قبلها بيوم. سيحتها ما سخنتهاش، اللي هو غليتها يا دوب فكيتها بس، وحطيتها في التلاجة عشان تبقى باردة، وان انا استخدمها ويبقى على البارد عشان يديني النتيجة الممتازة دي. اول حاجه انا هحط الدقيق في العجان زي ما انتم شايفين كده. لو ما عندكيش عجان، هتقدري تستغني عن الخطوه دي. هقولك ازاي دلوقتي. هحط دلوقتي كل المكونات على بعض: معلقه كبيره من الخميره، معلقه ونص صغيره من البيكنج باودر، رشه من الملح، نص معلقه صغيره من ريحه الكحك. وبس كده. كل دي الحاجات الجافه اللي احنا هنحطها. زي ما قلت لك، لو مش هتحطي لبن حليب، هتحطي كمان على المكونات الجافه دي، هتحطي معلقتين من اللبن البودر. خلاص. هنزل كمان عليهم ب 500 جرام من السمنة. دي سمنة بلدي على سمنة اللي هي روابي. خدت نص على نص، اللي هو يعني ربع كيلو على ربع كيلو. خلاص. هنزل بيهم كده كلهم على بعض، عشان انا هعمله في العجان. لو انت بقى مش هتعمليه في العجان، هتعمليه بالمضرب الكهرباء عادي جدا، بس هتبدأي الخطوات بالعكس. يعني هتحطي الاول السمنه وتفضلي تضربي فيها لحد ما تبقى زي الفوم كده، زي الكريمه. ممكن ترجعي للفيديو اللي انا عملت فيه الكحك قبل كده، السنه اللي فاتت، عملته بالمضرب الكهرباء. هتشوفي الطريقه اللي انا عملته بيها من غير عجان. خلاص. ممكن كمان لو ما عندكيش مضرب كهرباء، ولا عندك عجان، هتفضلي تضربي فيهم بايدك لحد ما توصلي للقوام اللي انت هتشوفيه في الفيديو التاني. خلاص. انا هنا حطيت كل المكونات على بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهبدا ان انا استخدم الكف اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده. مش هستخدم المضرب السلك طبعا، لان احنا حاطين دقيق والعجين هيبقى تقيل على المضرب السلك، واحنا كمان عايزين نبسه. الكحك دايما بيتبس، فلما بتبسيه بتوزعي السمنه في الدقيق كويس قوي. فالخطوه دي عشان تعمليها، هتعمليها بالكف اللي انتوا شفتوه دلوقتي ده، مش بالمضرب السلك خالص، اللي هو اللي انتوا عارفينه يعني، بتاع العجان ده. خلاص. هفضل اضرب فيهم كده شويه، حوالي 5 دقايق، لحد ما القوام ده يتغير ويبقى زي الفوم كده، زي الكريمه، يبقى ناعم وهش، يبقى طري كده. هتشوفوه دلوقتي هيوصل للقوام ده ازاي.
بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. انا هسيبه على الوضع ده حوالي 5 دقايق ان هو يضرب ويتبس كويس لحد ما ينعم تماما. وفي الوقت ده هنجهز الحشو. انا هنا هحشي بملبن. الحشو ده طبعا بتاعك انت بقى، ممكن تحشيه بملبن، عجمية، عجوة، اي حاجة. انا هنا عندي نص كيلو من الملبن، هحط عليه حوالي معلقتين من السمسم، ومعلقة كبيرة كده من السمنة البلدي. ممكن تسيحيها لو انت شايفة ان الملبن ناشف، هتسيحي السمنه عشان تقدري تعجنيهم مع بعض. خلاص. بس الملبن اللي معايا كان كويس، وانا اكتفيت ان انا احطهم على بعض كده، وان انا ادعكهم كويس قوي لحد ما هتشوفوهم بالقوام اللي انت هتشوفوه دلوقتي ده. خلاص. الملبن ما بتسيحش على النار عشان ما يجمدش منك، احنا عايزينه يكون طري بالقوام اللي انت شايفاه دلوقتي ده. فالخطوه دي هتيجي لما تعمليه بايدك وتعجنيه بايدك بالشكل ده كده. وكمان لو عايزه تطريه اكتر، هتسخني السمنه وتحطيها عليه وهتدعكيهم مع بعض بالشكل ده. خلاص. هبدا بقى دلوقتي على ما العجينه تتضرب زي ما انتوا شفتوها. هبدا ان انا اعمل الكرات بتاعه الملبن اللي هحشي بيها، عشان تسهل عليا وانا بقطعه وبحشيه، فتبقى سهله معايا. ما احط ايدي في الملبن وارجع احطها في العجين فتكون ملزقه وتكون مش مظبوطه. الخطوه دي بتريحني جدا في الحشو. بدهن ايدي زي ما انتم شايفين كده بالزيت، وببدا ان انا اشوف هعمل الكحكايه قد ايه، وعلى اساسها بعمل الكوره بتاعه الملبن. لا نعملها كبيره ولا صغيره، تكون متوسطه كده عشان ايه، ما نكبرش الكحكايه قوي، يبقى شكلها مش ظريف. خلاص. هكوره بقى كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واوريكم العجينة وصلت لفين. شايفين بقى العجينة زي ما انتوا شايفين كده، خلاص بقت ناعمة جدا وكريمية بالشكل ده اهو. هوقف ضرب فيها عشان اوريكم كمان القوام بيبقى عامل ازاي. بيبقى سايب كده وانسيابي وناعم، هش كده زي كأنه كريم شانتيه اهو. بالشكل ده بيبقى بيلزق بالشكل ده كده. خلاص كده هي اتضربت كويس قوي. هنجيب بقى الخليط بتاع السوائل اللي معانا، اللي هو المية على لبن، او المية بس، او اللبن بس، زي ما انتي هتفضلي يعني ان انت تختاري. بس افضل ان انت تمشي على الخطوات بالظبط وعلى المقادير عشان يديكي النتيجة الممتازة اللي انت شفتيها. ومش قادرة اقول لكم الطعم عامل ازاي، الطعم كان فعلا حكاية. هضيف بقى الكوبايه بتاعت الحليب والميه دي على مرتين. هضيف نصها الاول، وبعد كده هضرب شويه هلفهم، وبعد كده هضيف النص التاني. العجين بعد ما بنحط عليه السوائل ما بنعجنوش كتير عشان ما ينشفش. احنا بس بنلم الميه بالعجينه مش اكتر. خلاص. مجرد ما خليكي عارفه، مجرد ما هتحطي السائل اللي معاكي، خلاص كده انت كده هتوقفي ضرب في العجينه، يا دوب هتلميها بس ببعضها كده وخلاص. انت مش عايزه عجينه متماسكه ولا الكلام ده كله، لان الكحك بيبقى زي ما انتوا شايفين كده، مش عجينه زي العيش يعني، بيبقى عجينه ناعمه كده مفروله من بعضها. انا بوريكم دلوقتي اختبار العجينه عشان تعرفي ان العجينه ممتازه. بتعمليها كوره وبتضغطي عليها بايدك كده، لو ما عملتش تشققات خلاص تبقى العجينه ناجحه. طب لو لقيتي العجينه بتتشقق معاكي وناشفه كده شويه، هتضيفي لها معلقتين من السمنه وتضربيها كمان ضربه، هتلاقيها وصلت للقوام اللي انت شفتيه ده. هو ده القوام المثالي للكحك. خلاص. الكحك ما بقاش عجينته ناشفه ولا ليها عرق ولا الكلام ده كله، لازم تكون العجينه بالقوام اللي انت شايفاه ده. خلاص كده هي العجينة جاهزة معايا، انا مش هسيبها تخمر ولا اي حاجة، هي هنشتغل فيها على طول. انا بس بسويها كده على ما احضر وهغطيها على ما احضر الصاج بتاعي او الحاجة اللي هشتغل فيها، وهنكمل مع بعض. انا هنا جبت الصاج اللي هو الكبير ده، مش عارفة مقاسه قد ايه، بس هو صاج كبير يعني على قد الفرن. خلاص. هياخد الكيلو كله مرة واحدة. باخد قطعة بقى على قد اللي انا هعمله، الكحك اللي انا هعمله، وبعمل فيها تجويف كده، بخليها زي الكوباية، وده بيخليه ان هو يكون هش ومرتفع زي ما انتوا شفتوا كده. وبحط فيه الكورة، وببدأ ان انا اكورها بالشكل ده كده. ما بضغطش عليها خالص، ما ببططهاش، انا بسيبها كورة زي ما هي. وببدأ ان انا اشكلها سواء بالمنقاش او باي حاجة هعملها، بس وهي كورة زي ما هي كده. طبعا انا بحب النقشة بتاعة المناقيش اللي هي العادية القديمة خالص، بحبها بصراحة اكتر من اي حاجة تانية. لو انتي هتعملي كمية كبيرة، هتعمليها بالختامة، هتبقى اسهل لك يعني. بس انا بفضل ان انا اعمل
يعني كمية بسيطة بكمية بسيطة، لان برضو الكحك على البارد من الحاجات اللي ما بتبقاش عايزة تقعد فترة طويلة. فيعني ما بعملش فيها كمية كبيرة، لان احنا برضو عدد الأسرة لما بقى صغير، فما تكتريش زيادة عن اللزوم يعني، عشان ما يبقاش يقعد فترة طويلة عندك. فانا هنا عملت كيلو، وهعمله بقى بالمنقاش كده واحدة واحدة بمزاج، يعني مش مستعجلة على الختامة. خلاص. انا هنا كمان جبت المكبس ده وقلت اجربه، كانت اول مرة ان انا اجربه بصراحة. والله هو فكرته لذيذة، ممكن ناس تحبها، بس انا زي ما قلت لكم انا حابة النقش بالمنقاش القديم احسن يعني. خلاص. بحطها زي ما انتم شايفين كده، فردتها فيها، وبعدين حطيت الملبن، وبعدين بضغطها بالشكل ده كده اهو. ده الشكل بتاعها، شكلها لطيف، مش وحش. بس الرسمة بتاعتها الى حد ما ضعيفة شوية، يعني مش حادة كده ان هي تبقى ظاهرة قوي بعد الخبز. خلاص. ده كده شكلين اهو من الرسم بتاع الكحك. هعمل معاكم اكتر من شكل عشان تشوفوا اكتر من طريقة، وتختاروا انتوا بقى الطريقة اللي تناسبكم. بعد ما بحط الملبن بكورها كويس قوي، بتأكد ان انا قفلتها من تحت كويس، وبخليها زي الكورة كده اهو. هستخدم معاكم الختامة كمان عشان تشوفوا كل الاشكال. انا ضغطت عليها بس مش قوي برضو، عشان انا مش عايزة ابططها، انا بس عايزة الرسمة اتعلم فيها مش اكتر. الميزة كمان في العجينة دي ان هي مش زي الكحك اللي هو بيتعمل على السخن، اللي هو بنقدح له السمنة. زي ما انتم شايفين كده انا سايباها مكشوفة اهو وانا بشتغل، لا بتنشف بقى ولا الكلام ده كله. مش زي الكحك اللي بيتعمل على السخن خالص، لازم تبقي مغطياه، وتبقي واخدة بالك قوي منه من الهواء والكلام ده كله، عشان بينشف وهتلاقي العجينة تبوظ منك. انما اللي على البارد بصراحة ممتاز جدا. وعايزة اقولك كمان الناس اللي معدتها بتتعبها من الكحك ده مثالي جدا ليهم. ما بيعملش حموضة، ما بيتعبش المعدة زي التاني. بس هو يعني كل واحد بيبقى ليه رأي شوية في موضوع الكحك ده. خلاص. ده كده كمان شكل بالمنقاش. انا بوريكم اكتر من شكل، طبعا انتوا بقى تختاروا الطريقة اللي تناسبكم واللي تريحكم. اه. هعمل بقى دي كمان زي فرع الشجرة كده، بقسمها بالطول وببدأ ان انا اعملها بالجنب كده. خلاص كده. ده كده كان شكلها معانا، شكلها لطيف برضو. ممكن تعملوها بالطول، تطولوها شوية، تخلوها مطولة كده شوية عشان يبقى شكلها فرع شجرة اكتر. خلاص. انا هنا عملت كام واحدة كده زي ما انتوا شايفين كورة، عشان اوريكم لو انتوا هتعملوها بالختامة هيبقى الموضوع سهل ازاي وسريع. ان انتوا يا دوب هتشكلوها كور، وهي في الصاج كده هتبداوا ان انتوا تضغطوا عليها وتشكلوها بالشكل ده. هكمل بقى الكمية كلها وارجع لكم تاني. ده كده الكمية اللي عملها لي كيلو الكحك، عمل 74 كحكاية. كمية حلوة جدا على كيلو الكحك. ده كان شكله النهائي. طبعا انا مش هسيبه يختمر ولا اي حاجة، انا بس خلاص خلصت اهو. هولع الفرن بقى يسخن كويس قوي، هسيبه يسخن كده 10 دقايق، وبعدين هظبطه على درجة حرارة 180، واحطه على الرف اللي في النص لمدة تلت ساعة. في التلت ساعة دي هو هياخد لون من تحت. بعد ربع ساعة بعد الربع ساعة هقوم فاتحة الشواية حوالي 5 دقايق لحد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، وكده خلاص يبقى جاهز معايا الكحك. يعني بياخد في الصاج، بياخد في الفرن تلت ساعة بالظبط على درجة حرارة 180. خلاص. ومش هنزود التسوية عن كده، عشان التسوية الزيادة للكحك هتنشفه. ده كده كان الشكل النهائي زي ما انتم شايفين كده. شكله عسل قوي، حلو جدا جدا. شكله شيك ورقيق وصغنون كده في نفسه. ودي كده كانت الكمية كلها اللي انا عملتها. خلاص. تقدري بقى تحفظيها في علبة في التلاجة. تقدري ان انت تاكليه على طول زي ما تحبي بقى، يعني دي حاجة ترجع لك. انا كده اللي انا رصيته في الطبق ده هحط عليه شوية من السكر، والباقي ده هسيبه كده في جنب سادة للي يحب ياكل منه سادة. خلاص. عايزه اقول لكم ان فعلا طعمه ممتاز، قوام مثالي، كل حاجه فيه مظبوطه بالسنتي، كانك شارياه من احلى محلات من بره. عايزه اقول لكم ان انا لما حسبت التكلفه بتاعته طلعت حوالي 60 جنيه. بالسمنه البلدي، يعني انا حسبت ربع كيلو سمنه بلدي على ربع كيلو سمنه روابي على كيلو الدقيق، على الحاجات اللي انا استخدمتها كلها، ما كملش فعلا ال60 جنيه.
عملنا 2 كيلو كحك، لان لو حسبناهم هيبقوا هما ده المقدار زي ما انتم شايفين كده، حلو جدا. اتمنى تجربوه يعجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.